السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة. كما راكم تلاحظوا وصفتنا اليوم هي غريبة الكاوكاو، تجي رائعة رائعة وتجي لذيذة جدا. راح نعطيها لكم بمكون يعني يخليها طرية، يعني يخليها طرية وما تتفتتش في نفس الوقت، ما تتفتتش في اليد، تبقى حتى مدة أسبوع أو أكثر من دون أنها تتفتت في الإيد في هذا الحر. شوفوا المكونات. أول حاجة يلزمني هنا كيلة نتاع كاوكاو أو فول سوداني مقلي يعني محمص ومطحون، قلعته القشور طبعا. هنا عندي كيلة إلا ربع من السكر الناعم، وهنا عندي كيلة من السمن النباتي، وعندي رشة تاع الخميرة، وبلا ما ننساو الفانيليا. هنا السر شوالا انا راح نقلع من هذه الكيلة تاع السمن، راح نقلع ملعقة كبيرة من السمن ونعوضها بملعقة كبيرة نفس الملعقة من الزبدة العادية. هنا هذه الزبدة العامل تاعها هي تخليها متماسكة، يعني طرية وهشة وفي نفس الوقت متماسكة. يعني نعرفوا الغريبة في الحر تفوت يومين 3 ايام اول ما تلفديها في ايدك تلقاها تفتت. فهذا الملعقة تاع الزبدة ما تخليهاش تفتت، يعني تبقى عندك أكثر من أسبوع. شوفوا طريقة التحضير. أول حاجة نحط السمن تاعي، نضيف السكر، قلنا هنا سكر ناعم كيلة إلا ربع، ونخلط الكل جيدا بالخلاط الكهربائي أو الباتيغ. نخلط جيدا حتى يولي عندي مزيج كريمي، يعني ولونه يتغير إلى اللون الأبيض. هنا زدت رشة تاع فانيليا، الشي اللي عندكم، حبيتوا بودرة أو سائل. خلط الكل جيدا حتى يصير عندي مزيج كما قلت لكم مثل الكريمة كما راكم تلاحظوه في الصورة، واللون تاعو يتغير إلى اللون الأبيض. في هذا الوقت راح نضيف الكيلة نتاع الكاوكاو. هنا هذا كاوكاو أو فول سوداني كما قلت لكم، حمصته، قلعت له القشور تاعو، حمصته وطحنته. ضروري نخلوه حتى يبرد، عاد نحطه، ما نحطهش وهو ساخن. ونكمل الخلط مدة دقيقة فقط حتى يمتزجوا كل المكونات. كما تلاحظوا بعد ما امتزجوا كلهم عفوا. شوفوا القوام الخليط اللي صار عندي. راح نضيف هنايا الفارينة او الطحين او الدقيق الابيض، نضيف غير بشويه، ونحط هذاك الرشه نتاع الخميره الكيميائيه او الخميره الحلويات، يعني رشه خفيفه ما نكتروش. نبدا نخلط بشويه ونضيف الفارينه غير بشويه حتى يتتلايم عندي العجينه. هنا ننتبهوا لانه كل العجينه اللي فيها الكاوكاو او المكسرات، اي نوع من المكسرات، ضروري ننتبه لكميه الطحين لانها تشرب بسرعه. كما راكم تلاحظوا عندي لميتها كامل، صارت عندي عجينة طرية بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، يعني راهي طرية. هذا هو سر الغريبة، ما نكتروش الفارينة او الطحين حتى تصير عندي يابسة. في طاولة العمل هنا ما رانيش نعجن، راني غير نلم في العجينة، نحط رشة نتاع فارينة او طحين كما راكم تلاحظوا، ونبدا نفرد في العجينه، يعني نسرح فيها. هنا ما نديرهاش رقيقه رقيقه وما نديرهاش غليظه، يعني وسط. ونختار الشكل اللي عندكم، اللي متوفر عندكم واللي حبيتوه. انا الغريبه عزيزه عليا صراحه بهذا الشكل نتاع الهلال. كنت حطيت صورتها في الصفحه تاعي تاع الفيسبوك شكل ورده، يعني على حسب طلبيه كل واحد، ولكن انا نحب هذا الشكل، فانتو اختياري الشكل اللي حبيتوه وطبعوها غير بشويه. هذا النوع من الغريبة، كما تعرفوا عنا بزاف أنواع من الغريبة في الجزائر،
ولكن هذا النوع صراحة بزاف 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 نحبه في العيد الأضحى، خصوصا عيد الأضحى. يعني ضروري أني نعمل الغريبة هذه نتاع الفول السوداني. صراحة ريحتها وهي في الفرن رائعة جدا، يعني تحسي بالعيد، أجواء العيد. كما تلاحظوا راح نقسمها كما راكم تلاحظوا ونحطها في صينية عليها ورق الطهي. شوفوا السمك تاعها، ماشي رقيقة ماشي غليظة. كما راكم تلاحظوا راح نكمل ان شاء الله كامل الكمية ونرجع لكم. كما راكم تلاحظوا بعد ما كملت قطعت كاع الكمية هذه، راح نعمل لها في الوجه. عندي هنايا فول سوداني او كاوكاو مطحون، ولكن هنا ما حمصتهش، وعندي البيض عادي. راح نخفق هذاك البيض بالفرشيطه ونحط في الوجه، ونزيد نرشه بالفول السوداني، وندخل او كاوكاو وندخله للفرن درجة حرارة 180 في الوسط. الفرن يكون ساخن مسبقا، يعني كل انواع المخبوزات والحلويات كلها ضروري الفرن يكون ساخن مسبقا. كما راكم تلاحظوا نحط الفول السوداني هذا هنا ما راحش محمص، لانه راح يتحمص وفي الفرن. راح نكمل كامل الكميه وندخلها الفرن كما قلت لكم. كما تلاحظوا عندي راهي جاهزه. عندي طلعتها من الفرن. ضروري لما تطلعوها من الفرن ما تلمسوهاش ابدا، اذا لمستوها بسرعه راح تتفتت عندكم، يعني ما راحش تشد روحها، هي اصلا هشه وطريه، تجي طريه بزاف. فضروري انكم لما تطلعوها من الفرن، انا هنا راهي عندي بارده، يعني خلاص طلعتها من الفرن، خليتها ممكن خليتها 20 دقيقه او نصف ساعه حتى بردت تماما وعملتها. هذا الشكل ما عملتوش، يعني عملته هلال عادي كما راكم تلاحظوا. عندي بعد ما طابت عندي كما قلت لكم من التحت نطيبها من فوق. من التحت اخذت مني حوالي 10 دقائق كل واحد، والفرن تاعو كالي تاخذ حتى ربع ساعه كل واحد والفرن تاعو. وكما راكم تلاحظوا اول ما نشوفها طابت من تحت نشعل عليها من فوق. وهي الغريبه تاعنا راهي حاضره، راهي جاهزه. ذوقها رائع جدا، ريحتها ما شاء الله تعبي كاع البيت. شوفوا غادي نقسم قدامكم حبه، شوفوا تتفتت بسهوله، تجينا طريه وهشيشه وتجي شاده روحها. يعني حتى في الحر كما قلت لكم تبقى لكم اكثر من اسبوع ما تتفتتش وحدها لما تلمسيها، وتجي هشه وجميله. ان شاء الله تعجبكم، واقول لكم مع السلامه.